دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم في احسن الاحوال يا ربي. ان شاء الله تكون عاودت بخير، وانا كنعتقد هذه المره غادي تكون غنكون ديما متواجده معكم على الاقل ولو غير فيديو او لا جوج في الاسبوع. غنشارك معكم بزاف ديال الحوايج. انا عارفه بان القناه باش كتوقف اكثر من 6 شهور وحتى عاود ترجع شويه غيكون كلشي صعيب، لا من ناحيه مشاهدات لا من ناحيه اي حاجه، حيت التشجيعات مهمه. بالحق انا عندي ثقه فيكم وان شاء الله غادي نمشيو دقه دقه نعاودو نرجعوا كيف ما كنا في الاول بالدعم ديالكم اكيد، وان شاء الله يكون خير. دابا لقيتوني غنمشي نعوض على واحد الافتتاح وغادي غندوز ندي معايا بابا، وخليكم معنا دوزوا معايا هاد اللقطات. البنات وانا جيت عند بابا، احنا غنمشيو معنا ماما. يلا هو معنا بابا كي داير؟ المهم احنا دخلنا، هما عاد يبداو الموسيقى ويبداو ماما خالتي مرحبا بك. قهوه زوينه تا نسالي ونطلع نوريكم، الله يكمل عليهم بالخير. ومعاهم الشيف الحسن تبارك الله عليه. ايوا المهم تنساليو نضرب لكم الضويره. البنات هنا طلعت للفوق باش نصور لكم القهوه، نوريكم لي ديتاي اللي الفوق، واخا هما كيفكروا عطيتهم بزاف الاقتراحات انهم غيزيدوا شي حويجات الفوق جدادين. مازال عندهم القهوه يعني الخدمه. بالحق على العموم كل شيء زوين. هنايا نزلنا باش نجرب معاهم المشروبات اللي غيقدموا في القهوه. في الحقيقه كان كل شيء زوين، صورنا بصراحه. دازنا شرفني انني كنت ضيفه شرف اليوم. استقبلونا استقبال زوين، رحبوا بيا رحبوا بعائلتي. عجبني الحال بزاف بزاف، وداز كل شيء زوين. صوروا درنا فيديو اللي غيحطوه في لاباج ديالهم. المهم خدمنا على لي ديتاي صغيورين كاملين. اهم حاجه كان افتتاح ناجح وداز داكشي زوين. ان شاء الله يتمنوا الخير. كان معنا حتى الشاف كريم وجد معاهم، خدم معاهم بزاف ديال الحويجات بالنسبه لي يجي وداكشي. كان الشاف شادي، كنتمنى له حتى هو التوفيق تبارك الله عليه. كان في المستوى وباترون، يعني كان انسان طيب. وان شاء الله اهم حاجه انهم عائله متكامله ان شاء الله يمشيو بعيد. كتشوفوا دابا دخلت للدار غنجرب على العشاء بالزربه. غنبارطاجي معكم هاد لي باط اللي كتجي لذيذه بالطون. درت الثومه، الماء يسخن، شويه البزار شويه الملحه، زيت الزيتون. هاد الماء هذا هو اللي غادي نسلق فيه لي باط. من بعد ما يسخن غادي نزيد عليه لي باط. خليكم معايا. تقدروا ديروا اي نوع اختاريتو. انا اليوم اختاريت هذا النوع هذا ديال الفرماج من لافاش كيري، هو اللي غادي نرافق به هاد لي باط ديالي بالطون. تقدروا انكم ديروا بارميزون، فرماج احمر، اي فرماج، اي نوع الفرماج بغيتو. هذا كيجيني لذيذ، انا مع هذه كنجربو وجاني زوين. كنحك هذه كامله وكنديرها فوق، هي اللي كنرافق مع هذا الطبق هذا. من بعد ما غلا الماء مزيان البنات غادي تطيبوا النوع المفضل ديالكم اللي تحبوا ديروا فيه الباط وتخليوها تسلق ونرجعوا نتلاقاو باش نصاوبوا الصلصه. ندير فيها هاد الطول اللي تبغيو نتوما، جوج حكايات ديال الطون. وغنخدم بسوليس. انا سوليس كتعجبني بزاف هكا. بالنسبه لهاد النوع ديال لي باط اللي كيوجد دغيا 10 دقائق كتكون واجده. دابا غندوز نوريكم التقنيه باش تجيكم لذيذه. اهم حاجه هو الماء يكون حدو حد السليق، يعني ما يكونش مهم. ندوزو معايا ونوريكم. ها انتم البنات شوف تسلقات كما قلت لكم في داك الماء ديالها، يعني شوفوا بقى قليل. غادي تكمل نزيد عليها الصوص وغادي تنشف فيه. اهم حاجه هو ما يكونش الماء كثير. ولا بغيتوها تجيكم لذيذه اكثر وكان ما عندكمش مشكل تزيدوا لها واحد الطماط البنه ديال الدجاج كتجيبها خطيره. دابا هنايا غادي نزيد نضيف لها صوليس، ماشي بزاف، نص مثلا، حيت انا ما دايرهش هنا الكميه كثيره، ندير نص علبه. وغنزيد عليها جوج حكاك ديال الطون وصافي. وغادي نزيد الربيع ونزيد شويه ديال الثومه ونشحر هادشي كامل ونزيد عليه شويه زيت البلديه، حيت ما كنستعملش الزيت ديال الطون.
ها انتم البنات زدت جوج ريوصه ديال الثومه، ودابا غنخلط كلشي مع ديك زيت البلديه. عرفتي اهم حاجه هي الثومه وزيت البلديه، كتعطي واحد الريحه خطيره. وهاد لي باط البنات كتوجد بالزربه، هي الحاجه الزوينه فيها انها بالزربه كتوجد. وغادي نشارك معكم بزاف ديال الطرق. من بعد ما خلطتها كنخليها تعلك، كتجي لذيذه. المهم انا ما كنبغيش ندير فيها طوماط بزاف، نتوما تقدوا يعني تقدوا ديروا الطوماط بزاف. انا بعض المرات كنديرها كاع بلا ما طيشه، غير ديك الثومه والزيت البلديه والربيع كتجيبها خطيره البنات. وغيكون هذا هو الشكل النهائي ديال العشاء ديال اليوم. جا لي بات واعره، وكتوجد اهم حاجه هي السرعه اللي كتوجد بها. وشوفوا شحال معلكه. البنات هنايا قلت في كل فيديو غادي ندير لكم هاد الايام هادي، غادي ندوز لكم فيه شي حويجات زوينين اللي دوزت في هاد الفتره اللي انا غبت عليكم. بحال اليوم كان مهم انني نشارك معكم التجربه ديالي في مطعم مازن اللي كيتواجد في الرباط اكدال. غني عن التعريف، يعني مشاو له عده فنانين وعده ناس مشهورين وناس عاديين وكل شيء، منهم دنيا باطمه، منهم بزاف ديال الاسماء والاعلاميين داخل وخارج المغرب. الشيف مازن انسان واللي هو مجتهد. هو شاب سوري جا فتح مطعم هنا في مدينه الرباط في المغرب. كيحب المغرب بزاف وكيحترمه وكيقدر اي مناسبه من المناسبات اللي كنحتفلوا بها احنا كشعب مغربي. هاد الانسان هذا خلوق طيب بزاف، وربي سهل عليه والمطعم ديالو نجح. كنت انا في الضيافه ديالو، مطعم اللي كان ناجح ما شاء الله، لا من ناحيه الاكل لا من ناحيه الاستقبال. الناس كيكونوا فرحانين. المهم انا كنمشي لتما كيعجبني الحال بزاف، والناس اللي مجربينه راه كيبادلوني الراي ويخليوها ليا في التعاليق. وبالنسبه للناس اللي باقي ما جربوش يمشيو عند الشيف مازن ويجربوا معاه. هنايا كنت كنذوق الاكل ديالو. شوفوا الماكله كانت المهم كان استقبال رائع، ولا داكشي اللي قدم لينا كان كلشي زوين وفي المستوى. وتلاقيت بزاف ديال المتبعات ديالي في يوتيوب وفي انستغرام اللي فرحوا بينا ديك الليله. وكما شفتوا صلاه وسلام ما خلاو ما داروا. داز واحد النهار اللي هو زوين بزاف. وعلى حسب اليوتيوب داكشي علاش موقفه الصوت، مازن قال كلام زوين في حقي وفي حق المغاربه كاملين. هضر على المطبخ المغربي وهضر على بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للناس اللي في انستغرام راه يكونوا سمعوا لي فيديو اللي كنت حطيت. كان هاد الطبق هذا كيشتمل كل شيء كيف كتشوفوا فيه الاكل ديالهم تقريبا كامل، كل حاجه كيحطوا لك منها شويه شويه. بالنسبه للاثمنه راه كيبدا هاد الاطباق هادو ديال 4 الاشخاص تقريبا وقيله كتبدا من 500 درهم. اثمنه كانوا زعما مناسبين بالنسبه هكا مشيتوا عائله بكم. هنايا ماما كان عاجبها الحال. كتقول لي الماكله راه زوينه كلشي زوين. والمفاجاه هي مازن قال لي يلاه معايا داني شفت المطعم اللي غيفتح ان شاء الله. الافتتاح ديالو غيكون قريب وغنكون حاضره معاه ان شاء الله. الله يوفقه. المطعم الثاني ديال مازن الله يكمل عليه بالخير. هنا البنات غادي فضلت انني نختم لكم الفيديو ببعض الاطباق بحال هنا الحولي اللي دي واخا غير اللي غيكونوا ان شاء الله في الحلقات القادمه. هنا الحولي اللي معمر بالكبده وديكوري بولفاف، المهم داكشي زوين. هنا بسطرات الليمون اللي غنيه عن التعريف، وراه كاين بساط الجداد عندي اللي غنشاركهم معكم بحال بسطيله بالكرموس وبالاناناس وبالمشماش، يعني كل بسطيله بوحديتها. هنا واحد الطويبله كنت عرضت على بابا كلها بالحوت زوينه وبسطيله الحوت داكشي دا زوين. هادشي كله ان شاء الله غيكون في الفيديوهات القادمه وغيكون جاي ما هو احسن. ما عليكم غير تعاونوا معنا بالبارطاج، وان باش ترجع المشاهدات كيف ما كانت. وانا ما عليا غير نحط لكم فيديوهات اللي هما زوينين. هنايا كما تشوفوا بسطلات صغيره بعد ما طابت. هنايا واحد الافتتاح كنت درتو ديال كويزين ماروكان. شوفوا البساط اللي كنهضر عليهم بزاف الناس وبزاف ديال اليوتيوبرز اللي هضروا عليهم. كان افتتاح راقي وكانت حاضره صحافه، كان داكشي زويون. دخلوا للانستغرام وراه غادي تشوفوا كلشي. هنايا بيفي كان في المستوى بصراحه، كان افتتاح داز زوين بزاف في مدينه القنيطره.
شنو بان لكم؟ لا بغيتوا الفيديو الجاي نبارطاجي معكم من بعد الوصفه التجربه ديالي في تركيا، خليوها لي في التعاليق الا بغيتوا نبارطاجي معكم. وهنا غادي نخليكم ونقول لكم السلام عليكم، وما تنسونيش من التعاليق والبارطاج، عاونوني باش هكا ان شاء الله نحط لكم داكشي زويون. باي باي، فيديو لاحق ان شاء الله.